ولهذا أنتم تجدون، التفتوا لي جيدا، الآن نحن وأنتم ماذا نقول في حديث الغدير؟ الآن أهم استدلال عندنا على إثبات إمامة أمير المؤمنين في الأوساط الشيعية أي حديث أعزائي؟ عندنا بعد أهم من حديث الغدير؟ لا. عندنا أهم من حديث المنزلة؟ عندنا؟ لا. هسه تعالوا معنا لنرى أن أحد أعلام الإمامية المتقدمين ومن المؤسسين لهذه القراءة المشهورة والفعلية القائمة لمدرسة أهل البيت ماذا يقول عن هذين الدليلين أو الحديثين، حديث المنزلة وحديث ماذا؟ وحديث الغدير. تعالوا معنا أعزائي إلى ما عندنا فعلا. هذا العبارات راح أقرأ لكم إياها وبعدين أبلغكم من هو هذا الرجل. يقول: وأما النص بالقول على إمامة أمير المؤمنين، يا إمامة أعزائي، مو الإمامة بالمعنى العام، الإمامة بالمعنى الخاص. وأما النص بالقول فينقسم إلى قسمين: الأول ما علم سامعوه، يعني سامعو النص، من الرسول صلى الله عليه وآله مراده منه باضطرار. يقول النص عندما سمعوه حصل لهم العلم باضطرار، بالضرورة. مراد ماذا؟ إذن ده يفسر الضرورة هذا صاحب النص ماذا؟ بالمعنى ماذا؟ بالمعنى المنطقي لها. إذا تذكرون تعريف الضرورة قلنا واحدة من التعاريف هو ماذا؟ المعنى المنطقي اللي اختاره سيد القلبيقاني. تتذكرون هذا المعنى؟ هنا بده يفسره أيضا ماذا؟ باضطرار. وإن كنا الآن سامعوا الناس حصل لهم الاضطرار والعلم والضرورة، وأما الآن نعلم ثبوته والمراد من النص استدلالا لا اضطرارا. يعني في زمنهم كان ضروري وفي زمننا ماذا؟ ضروري لو نظري، وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة، ويسميه أصحابنا النص الجلي على الإمامة، كقولهم ماذا؟ كقوله عليه السلام: سلموا على علي بإمرة المؤمنين، أو وهذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. هذا نص ماذا؟ جلي. هذا القسم الأول القول. القسم الثاني، والقسم الثاني لا نقطع، خلي ذهنك جيدا أعزائي يمي، هو يدقق عزه، لا نقطع أن سامعيه من الرسول علموا النص بالإمامة منه اضطرارا. حتى أولئك الذين كانوا معه، يعني معاصرين ماذا؟ حوله وسمعوه، ده يقول عندما سمعوا منه لم يحصل لهم العلم الاضطراري بإمامة علي وخلافته. إذا فهموه اضطرارا، لو فهموه استدلالا، أي منهما؟ استدلالا. يعني ضروري لو نظري. أحسنتم، تفتوا لي جيدا. علموا النص أن سامعيه من الرسول، لا نقطع أن سامعيه من الرسول علموا النص بالإمامة منه اضطرارا، ولا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدلالا. نعم، ممكن أنهم قد علموه ماذا؟ نظريا من حيث اعتبار دلالة اللفظ. سؤال: ما هو أمثلته؟ شنو بذهنكم؟ سامعيه، يعني حدوثا لو بقى عنده يتكلم صاحب النص حدوثا. أحسنتم، ده يتكلم سامعوا النص. يقول سامعوا النص على نحوين من السامعين، على قسمين: صنف بمجرد أنهم سمعوا ماذا؟
حصل لهم الاضطرار والعلم الاضطراري والضروري بمراد النبي من النص وهي الخلافة، وأخرى لا لم يفهموا. لا أقل نحن لم نقطع أنهم فهموه اضطرارا، لعلهم فهموه ماذا؟ استدلالا. مولانا من اضرب أمثلة مثل ما قال وهذا هو الذي يسميه أصحابنا بالنص الخفي في قبال النص الجلي. مثال اضرب لنا مولانا، قال كما في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولى، كما في قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الذين سمعوا من رسول الله في حديث الغدير هذا النص علموا اضطرارا الإمامة أو لم يعلموا؟ من دا يقول؟ مو أنا دا أقول، صاحب النص دا يقول. تعلمون منه ولا منو بذهنكم زين؟ الشافي السيد المرتضى. هذا لا إنسان أكو شك في ولاءه ولا أكو شك في فهمه، بل هو أحد أعلام ماذا؟ أحد أعلام الإمائية فقها لو كلاما أعزائي، كلاما اعتقادا، أصلا مؤسس هو. يقول أي دليل ما عندنا أن هؤلاء الذين كانوا في الغدير عندما سمعوا هذا الحديث حصل لهم العلم الاضطراري بماذا؟ بالخلافة. نعم قد البعض فهم منه ماذا؟ الإمامة بالمعنى الخاص لها، ما عندنا مشكلة، ولكن كان هذا علم ضروري. إذن الآن هذا الذي يقال أو أن الذي شرحناه من السيد المرتضى، التفتوا لي أعزائي، شرحناه من السيد المرتضى، إذن فقد دا يشكك في البقاء في بعض النصوص أو دا يشكك حتى في المراد منها ماذا؟ الحدوث. أي منهم؟ وهذا ما يفسر لك. البعض قد يقول بسيدنا فقط انت ذكرت ان سيد محمد باقر الصدر، ماكو احد قائل بانه لا حدوث ولا بقاء. هذا الشاهد الثاني اعزائي، وهو من احد اعلامنا ماذا؟ المتقدمين.